ابيسود جديده من بودكاست انسايد اوت توكس، والحقيقه ان احنا دايما بنكون مهتمين نجاوب على كل الاسئله اللي بتشغل بالكم اللي بتخص صحتكم او بشرتكم. واحنا النهارده هنتكلم في توبكس مهم جدا، وهنتكلم اكتر عن الفيلرز، لان الفيلرز دلوقتي مش بس مجرد ان احنا نظبط شفايفنا، ولكن بقى ليه استخدامات كتير جدا. ممكن ببساطه نخلي وشنا كله شكله احلى باستخدام نقط بسيطه جدا من الفيلر. فخلوني دلوقتي اسال اهل الخبره والعلم، فخلوني ارحب بدكتور اسلام الامام، اهلا اخصائي بيك. جلديه وتجميل، منورني النهارده. اهلا بيك يا نور. قبل ما نبدا اي حاجه خليني اعرف رايك في ICC. الاي سي جميل. انا عارفه. لا، من المؤتمرات اللي خلاص بقى ليها رانكينج قوي جدا على مستوى العالم. صحيح. كنت عايزه اعرف شايف ايه مختلف السنه دي عن السنين اللي فاتت؟ احنا بقى لنا 10 سنين، فايه المختلف؟ الاي سي في تقدم مستمر، اذا كان في اختيار التوبكس، شكل الاكزيبيشن والمكان نفسه، المحاضرين اللي بقوا من جميع عالميين. دول العالم صحيح. تقريبا. فدايما في تقدم، يعني دكتور وائل سعودي حاطط المؤتمر ده في حته عاليه قوي. طيب خليني بقى اخدك لموضوع التوبيك بتاعنا النهارده، الفيلرز. تمام. وما ادرانا ما الفيلرز. تمام. الفيلرز دلوقتي كل حاجه نقدر نستخدم فيها الفيلرز، حقيقي. حتى في جسمنا ممكن نستخدم فيلرز. ازاي في طفره قويه جدا للفيلر من اول ما طلع لحد دلوقتي؟ بنستخدمه في كل حاجه مختلفه، وبيعمل ايفكتس فوريه وحلوه جدا. قبل ما اتكلم عن نقطه معينه او مكان محدد، هل كتر الفيلر فعلا ممكن ياثر سلبي؟ على حسب اختيارنا لمكان الحقن وطريقه الحقن ونوع البرودكت اللي بنحقنه. اوكي. الفيلر زمان مختلف عن الفيلر دلوقتي، طريقه الصناعه بقت فيها تقدم كبير جدا. صحيح. بقى نقدر نصنع فيلر بيعمل انتجريشن وبيعمل تداخل مع الخلايا بتاعه جسمنا وطبقات الجلد بتاعتنا، بحيث انه يبقى في الناتشورال لوك، ما يدينيش اوفر لوك، ما يعمليش مشاكل. اوكي. الفيلر ده اعتقد لو اتحقن بشكل مظبوط بشكل صحيح مع دكتور عنده خبره كويسه، مستحيل يعمل اي مشاكل. طيب خلينا نتكلم اكتر عن الفيلر اللي بنحقنه اندر اي. اوكي. بنات كتير جدا عندها دارك سيركل، ازاي بتقدر الاول نفرق ما بين ان دي حاجه وراثيه وما بين ان ده ستريس او قله نوم او الحاجات دي كلها؟ ازاي بنفرق ما بين الاثنين؟ خلينا الاول نحط يعني قاعده عامه كده، هل احنا مشكلتنا دارك سيركل اللون، ولا مشكلتنا ان في تجويف بدا يظهر تحت العين؟ اوكي. في تجويف بدا يظهر، فانا محتاج املاه. اوكي. هملاه بالفيلر. ماشي. دارك سيركل اللون لا، ده قصه تانية حاجة خالص بعيدا عن الفيلر. الفيلر ما بستخدم بيغيرش لها اللون، ما بيغيرش اللون. اوكي. الفيلر وانس ان انا لقيت تجويف، حاجه اسمها تير تراف جروف، بحقن فيها فيلر، بيقلل من الشادو اللي بيظهر وبيخلي المنطقه اللي تحت العين تبان انها غامقه. اوكي. لكن لو الجلد نفسه فيه تصبغات، فيه بيجمنتيشن، ده محتاج علاج تاني غير الفيلر. ايه العلاج اللي ممكن يستخدمه؟ بنحدد السبب بتاعنا ايه الاول، هل هو حاجه وراثيه، هل حاجه عن طريق ليها علاقه بالجو، ليها علاقه بالاكل، نقص فيتامينز معينه، هابتس معينه زي السموكينج. الكلام ده كله بنعالجه، وبندي توبيكال كريمز، وممكن نعمل سيشنز معينه بنزود بيها الامينو اسيدز او الجروس فاكتور في المنطقه دي، بحيث ان هي تتغلب على الميلانين بيجمنتيشن فتفتح المنطقه. ده لو المشكله دارك سيركل كبيجمنتيشن في اللون بتاع الجلد. اوكي. لكن لو المشكله جروف، يبقى هنا رقم 1 و2 و3 هو الفيلر. مفيش امل. طب لو عندنا تجويف وبيجمنتيشن، محتاج اشتغل بتو تكنيكس او تو بروسيجر المفروض اشتغل عليهم. بقى الفيلر الاول ولا ان انا اظبط اللون؟ حلو. لا، انا لازم املى التجويف واعلي، ارفع الجلد لفوق شويه واخليه مساوي لبعض، عشان اشوف الداركنس هتقل ولا عشان اشوف الداركنس مظبوط، احدد الدرجه مظبوطه. وبعد كده اعالج بقى الطبقه السطحيه دي. تمام. النقطه كمان المهمه ان انا لما اشوف ان في تجويف، انا لازم احكم على كذا حاجه. التجويف اللي تحت العين مش لوحده هيخليني يلا احقن فيلر تحت العين. انا لازم ابص على حاجتين كمان في الوش، ابص على منطقه التمبل، المنطقه دي هل فيها تجويف هي كمان ولا لا. لو فيها تجويف تاثر على الكونتور بتاع الخد وتاثر على شكل الجروف اللي تحت العين. اوكي. الخد بتاعي لو مش ممتلئ، لو فقد الكونتور بتاعه، لو بقى فلات، هيأثر برضو على الجروف اللي تحت العين. فلو دول المشاكل دي عندي، انا لازم اعالجها الاول. برضو بتتعالج بالفيلر. احقن فيلر في التمبل، احقن فيلر في الخد الاول، اعمل له ليفتنج مع فوليوم خفيف، ممكن ساعتها اصلا ما احتاجش احقن فيلر تحت العين.
طيب ايه الفرق ما بين الفيلر والبوتوكس في الحاجات دي؟ انا برضو ممكن عشان اشد التشيكس بتاعتي ممكن اعمل بوتوكس صح؟ لا. لو عايزه ارفع حواجبي ممكن اعمل بوتوكس. لو حلو. يعني ايه في الفرق حاجات بقى؟ محدده. لا بالظبط. وانا اعرف، انا بشوف بقى وبقول لك. تمام. انا شايفاهم بيقولوا كده، انت تمام. بقى تقول لي صح ولا غلط. حلو جميل. بس دايما في خلط، يعني في ناس بتقول لك انا ممكن اعمل فيلر هنا، ممكن اعمل فيلر هنا. انا مثلا بشوف دكتورز بتنزل ريزلت للعيانين قبل وبعد وبيبقوا كاتبين ان هو استخدام فيلر فقط. بتلاقي وشها كله اتملى ونور. في ناس تانية تقول لك لا بوتوكس بس، تلاقي وشها كله اتسحب. فانا ما اعرفش، ما هو الفيلر ممكن يعمل كده برضه. حلو. لازم نفرق ما بين الاثنين، البوتوكس حاجه والفيلر حاجه. البوتوكس صحيح. بتشتغل على العضلات والتعبيرات الحركيه، بحرك حواجبي، بكشر، بضحك، فدي بتظهر، دي معروف. اوكي. اسحب طرف الحاجب لبره شويه، اوسع العين شويه، كل ده برضو ممكن اعمله بالبوتوكس لاني بشتغل على العضلات. اوكي. لكن الفيلر بيعوض حاجه احنا فقدناها، دهون فقدناها، خسيت، اتعرضت لستريس عنيف فوشي بدا يحصل له ساجنج، تهدل، الكلام ده لا، محتاج اعوض حاجه، املى حاجه تم فقدانها، فبملى فيلر. فالفيلر انا ممكن احقنه تحت العين، احقنه في التشيكس، احقنه في التمبل، احقنه في الناس اللي فقدت الدهون في المنطقه دي وبدا يتكون عندها خطوط ثابته. أوكي. طبعا احقنه في الشين واللبس، احقنه اعمل جو لاين ديفينيشن، كل ده اقدر احقن الفيلر فيه علشان يديني كونتور، يعوض حجم، يديني فوليوم، ده احقن الفيلر. أوكي. لكن البوتوكس بيأثر معايا حاجتين، زي لو بتكلم على الفيس يعني التجاعيد الحركيه، الخطوط اللي بتظهر مع الحركه والتعبيرات، او لو انا عاوز افتح العين سنه بسيطه، اسحب طرف الحاجب سنه بسيطه. اوكي، دي استخدامات ودي استخدامات. بالظبط. لكن لو عايزه اعمل جلو في بشرتي ممكن استخدم الفيلر لان هو بيملى، فممكن يديني احساس الجلو. وممكن استخدم الاثنين على حسب الكيس. لا انا بتكلم لو انا عايزه جلو. لو عاوز اعمل جلو، الجلو له مفهوم كبير. اوكي. ممكن استخدم الفيلر في ان انا اوصل ان الفيس يبقى جلوينج عن طريق ان انا هبين خدود الشخص ده اجمل، الكونتور بتاعها هيبقى اجمل، المنطقه دي بدل ما هي نازله ومسحوبه لتحت بقت مرفوعه وليها فوليوم. اوكي. الدقن بدل ما هي داخله لجوه بقت مسحوبه تريانجلر شيب كده وشكلها جميل. الجو لاين بدل ما هو سايح في بعضه، لا انا عملنا له ديفينيشن، فبدا الوش ينور. ده حقيقي ممكن يحصل. طب الفيلر بيقعد معانا مده قد ايه؟ ممكن يقعد سنه وبعد كده يروح. بعد كده بيقل طبعا في الحجم، لان الجسم من نفسه بقى عنده انزيم بيكسر الفيلر، فطبيعي ده بيحصل. بما ان احنا بقى بنتفرج يعني على السوشيال ميديا وكده، نشوف ان الفيلر بيفضل وبعد كده يبدا بقى يدخل اماكن تانية. عارف انت الفيديوز بتاعت الاي اي اللي بتخوف الناس دي؟ عارف الفيديوز دي. تلاقي تجيب لك بقى الفيلر وهي بتتحرك من هنا لحد ما توصل لهنا. حلو. هل ده حقيقي؟ بصي، لا هو ده مش حقيقي لو عملنا حاجتين، دكتور فاهم هو بيعمل ايه وبرودكت كويس. اوكي. هي المشكله كلها في الحاجتين دول. انا لو مش فاهم التشريح بتاع الوش وبحقن اي حاجه تحت ايدي هيبقى في لخبطه. لان في ناس كتير جدا دلوقتي ما بيبقوش متخصصين، مثلا بيبقى دكتور تاني فبياخد كورسز ويبقى هو يقدر يحقن الحاجات دي. انا مش بقول ان ده غلط، بس انا بقول اتس مور سيف ان الواحد يروح لدكتور متخصص. طبعا صح يعني. طبعا هو قعد سنين من حياته. يعني اقل دكتور قعد على الاقل 10 15 سنه. صح. بيدرس دراسه عميقه جدا في تشريح الفيس. اوكي. ففاهم كل اللي بيحصل تشريحيا في الوش. درس الماتيريال بتاعت الفيلر اللي قدامي، في برودكت الفيلر كتير جدا. صح. ليه ده احسن من ده؟ تصنيعه عامل ازاي؟ البارتكلز اللي جوه اللي هحقنها في وش البني ادم دي عامله ازاي؟ كل برودكت له مكان معين. انا لازم اكون فاهم الميكانيزم بتاعه ايه علشان اختار البرودكت المناسب للمكان المناسب. صحيح. لو حطيت حاجه تقيله في مكان زي تحت العين هياخد المنطقه دي وينزل لتحت يعمل لي مشاكل. ساعتها على السوشيال ميديا يقولوا ايه؟ هيعملوا بقى اي جديد. بالظبط. يطلعوا حاجه جديده يخلونا خايفين لا ما تحقنوش فيلر اندر اي، ما تحقنوش فيلر نوز. أيوة. زي اللي موجود برضو الفتره الاخيره على السوشيال ميديا للاسف. لكن هي في بلوجر معروفه جدا نزلت الحاله بتاعتها واعتقد كل البنات بقت مرعوبه دلوقتي. ده حقيقي، ده حقيقي، وجالنا اسئله كتير جدا بعد ما هي نزلت. طبعا الف سلامه عليها. طبعا تقوم بالسلامه ان شاء الله. لكن الفكره كلها اللي احنا بنتكلم فيها، انا اقدر احقن الفيلر في اي مكان. حاجتين،
انا اكون فاهم انا بعمل ايه، الدكتور ليها علاقه والمادة. بالدكتور والماده اللي بتتحقن صح. تكون مش مناسبه. اي حد وخلاص، مهما بالظبط. كانت الكلينيك شكلها كويس، مهما كان الدكتور اللي داخل عليها شكله كويس، ايوه ملوش علاقه ابدا بخبرته، وملوش علاقه ابدا بيعرف يعمل الحاجه دي ولا لا. ده حقيقي. هو ده المهم. ده حقيقي. طيب سؤال اخير بقى، بما ان احنا بنتكلم عن الاندر اي، في بنات بتعمل فيلر اندر اي وبعد ما تعمله بفتره يطلع لها فاين لاينز اكتر مما كان طلع لها قبل كده، ده بيبقى ايه علاقته؟ لو حققنا برودكت مظبوط ده مش هيحصل، اوكي. لان الفيلر اللي انا حطيته سند الجلد ورفعه لفوق فاتفرد، فهو ده مستحيل يحصل مع البرودكت الكويس. طيب. لكن لما يبتدي بعد 6 شهور او 9 شهور البرودكت ده الجسم بيتخلص منه، ممكن يحصل رينكلز، ده نتيجه طبيعيه. يعني لان عادي. الجلد بيحس ان اللي تحته كانها مخده، مم. والقطن اللي جوه احنا شلناه، فطبيعي القماشه اللي بره هتكرمش. بس. صح. الله. شكرا يا دكتور، بشكرك جدا، شكرا جزيلا، نورتني، واشكرك على المعلومات المهمه اللي وصلناها للناس، واتمنى يكونوا استفادوا معانا. ان شاء الله. دايما. شكرا.